السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متتبعي القناة تيفي أبدو. في هذه الحلقة نهضر على المنتخب المغربي والمشاركة ديالو في كأس إفريقيا. كأس إفريقيا اللي غتنطلق نهار 13 من هذا الشهر بملاعب الكوت ديفوار. المباراة الافتتاحية غتقام يوم 13 مع 9 ليلا بين منتخب الكوت ديفوار مستضيف الدورة ومنتخب غينيا بيساو. اللي كيهمنا هو منتخب المغربي اللي من المرشحين للفوز بهذه النسخة نظرا لما قدمه في كأس العالم قطر 2022 رغم غياب تقريبا 11 لاعب اللي شاركوا في كأس العالم، لكن هناك لاعبين آخرين قادرين باش يملؤوا الفراغات ديال المنتخب المغربي. بالنسبة للمقابلة الأولى غتجمع المنتخب المغربي مع منتخب تنزانيا نهار الأربعاء 17 يناير، مباراة مع 6 ديال العشية. مباراة قوية نظرا للماتش الاخر اللي لعب المنتخب المغربي مع منتخب تنزانيا في اطار كأس العالم. بعد المقابلة ديال المغرب وتنزانيا، المقابلة الثانية تكون مع منتخب جمهورية الكونغو يوم الأحد 21 يناير، يلعبوا مع 3 ديال العشية. الماتش غتكون واحد الماتش قوي نظرا دابا ما كاينش شي منتخب ديال افريقيا منتخب اللي غنقولوا منتخب ضعيف، بالعكس المنتخبات اللي متوسطه بحال الكونغو ولا تنزانيا ولا زامبيا الا لعبوا مع المنتخبات الكبار مثلا المغرب ولا مصر ولا تونس كيلعبوا بواحد القتاليه كيجيهم شرف باش يتعادلوا، يعني كيقلبوا على التعادل ولا على الانتصار. يعني تكون مباراه قويه. والماتش الاخر في مجموعه يلعبوا مع منتخب زامبيا غيكون نهار 24 يناير يعني يوم الاربعاء، يلعبوا مع 9 ديال الليل. يعني الماتش الاخر يكون ماتش مصيري نظرا الفرق ديال النقاط اللي غيكون في المجموعه اللي متصدره. في حالة تأهل المنتخب المغربي إلى الدور المقبل، المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة اف، يعني إذا كان الأول ديال المجموعة اف غيواجه ثاني مجموعة او. المجموعة او فيها تونس، مالي، جنوب أفريقيا، ناميبيا، يعني يمكن يواجهوا تونس ولا مالي. في حالة تأهل المغرب في المركز الثاني، يعني ثاني مجموعة اف، غتلاقى مع ثاني مجموعة بي. مجموعة بي اللي فيها مصر، غانا، كامفيردي وموزمبيق. في حالة تأهل المغرب في المركز الأول وملاقاة الثاني المجموعة أو اللي هي مالي ولا تونس أو جنوب أفريقيا أو ناميبيا، إلا ربحت هذا الماتش ديال الدور الربع غيتلاقاو إما مع أول المجموعة بي أو ثالث المجموعة أ والسي والدي. والمجموعة اللي كتواجه فيها المنتخب الجزائري هو مجموعة دي، يعني في حالة تأهل المنتخب الجزائري كأول مجموعة، يعني ما غاديش تصادف مع المنتخب المغربي عفوا حتى النهاية. المنتخب الجزائري إلا تأهل أولا غيواجه ثالث المجموعة بي أو اف إلا داز أولا، أما إلا داز ثاني مجموعة الدي غيواجه ثاني المجموعة الدي غيواجه أول المجموعة أو، يعني الأول ديال المجموعة المنتخب تونس أو مالي. وفي جميع الأحوال كنتمناو حظ موفق للمنتخب ديالنا المنتخب المغربي بقيادة المدرب أول إفريقيا وليد الركراكي، وبوجود المايسترو حكيم زياش والثنائي حكيمي والمزراوي. وسط الميدان كاين الدينامو ديال سفيان مرابط، كاين أمين حارث، كاين عز الدين أناحي، وكاين الهجوم النصيري والكعبي وطريق السودالي. يعني مجموعة من اللعابة النجوم اللي يقدروا يديروا إنجاز كبير في هاد كأس إفريقيا إن شاء الله. والكأس إفريقيا المقبل غتقام في